ميرنا حنا هي من مواليد عام 2004 في 12 من عمرها. ميرنا ولدت في دولة العراق، فهي عراقية الجنسية، ولكنها تعيش الآن كلاجئة سياسية بدولة لبنان. لم تكن ميرنا تتوقع أن يتغير مصير حياتها بدقائق معدودة، فالموهبة العراقية الشابة التي تدرس في إحدى مدارس اللاجئين في لبنان صدمت بوصول شقيقها الأكبر إلى صفها ليعلن لها قبولها في برنامج مواهب أحلى صوت. تعيش عائلة ميرنا في ظروف صعبة في لبنان بعد أن اضطرت لترك الوطن بسرعة، وقد كشف والد ميرنا أن داعش هددهم بخطف ابنته الصغيرة، ما دفعه لمغادرة البلاد بأسرع وقت ليصبح لاجئا معه. عائلته لم تكن ميرنا تعلم بحقيقة ما حصل، لكن والدها أخبرها. بدأت تعيش في حالة من الخوف المستمر بسبب عدم الأمان والاستقرار، وتقول: في لبنان أمان، لكن العراق بلدي وأنا هنا ضيفة. أريد من خلال البرنامج أن أؤكد أن العراق ليس عبارة عن ساحة حرب، إنما فيه أصوات جميلة أيضا. ميرنا نجحت بإقناع المدربين بصوتها، وحققت أمنيتها بالانضمام إلى فريق القيصر كظم الساهر. وتخطت ميرنا مرحلة المواجهة إلى مرحلة النهائيات،